ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. مبدئيا طبعا بنرحب بمشتركينا الجداد، ولو اني كنت خدت قرار كده ان انا هكبر دماغي من ناحيتها ومش هشتغل تاني، لان الاشتراكات بصراحة ضعيفة جدا. لكن لما حد بيشترك في القناة طبعا بيخلي الواحد متحمس ان هو يرجع يشتغل تاني ويعمل فيديوهات تاني. خلينا نقول على البركة ونقول النهاردة كده كنت بجيب فراخ، وبعدين بعد ما نضفتها قلت طب ما انا اخد الصدرين كده اعملهم ستريبس، مرة كده اعمل للولاد في سندوتشات المدرسة ومرة يبقوا جنب مكرونة. خلينا نخش في الطريقة على طول وما نطولش عليكم ونقول على بركة الله. عندي صدرين هنا من الفرخة مغسولين طبعا ومنقوعين في خل وملح ومتصفيين كويس قوي. خلينا نبدأ كده ونقول يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا البسيطة زي ما عودناكم بكل سهولة كده وبمقاديرنا البسيطة. خلينا نقول على بركة الله. بسم الله كده. اول حاجة هعملها اديني اهو جبت الصدر، طبعا هنا انا مش خالية عند الراجل ففي العظمة. بعد كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدأ نقطع الصدرين. بسم الله. ادي السمك اهو، انا بس بقطع اول حتة كده. بصي يا ست الكل، احنا طبعا هنا مش جايبينه مخلي من عند الراجل، دي كانت فرخه وانا اخدت منها الصدرين. لكن لما بتجيبيه من عند الراجل هو بيخليلك العظم هناك. فانا هنا واحده واحده عشان ما اطولش طبعا عليكي الفيديو، انا حابه اوريكي بس السمك بتاع الحته بيبقى قد ايه. ادي التخن بتاعها اهو، احنا عايزين حته ستريبس كويسه زي بتاعه بره بالظبط. انا طخنت شويه اهو، ادي السمك. لكن من هنا هرفع بسم الله. خلاص بصي خلاص احنا قطعناها. طبعا الفراخ عشان طازه تحسي ان وانتي بتيجي تقطعيها بتاخد وقت شويه. ادي الحته اهي، ادي السمك بتاعها، مش عايزينها ارفع من كده، احنا عايزين طبعا حته طعمها بنفس السمك بتاع بره علشان تديكي نفس الطعم اللي انت بتجيبيه من بره. طيب انا كمان مش هحمرها النهارده، انا هعملها واركنها اي وقت عاوز استخدمها فيه تبقى جاهزه على طول. وبقولك قعديها معاكي لحد شهر بالتتبيله اللي انا هعملها دي، قعديها معاكي يا ست الكل لحد شهر. نكمل بقى تقطيعها. خلاص كده بعد ما قطعناها زي طبعا ما وريتكم نفس الحته والسمك بتاعها قد ايه. عندي بقى هنا الحاجات بتاعتي بسيطة جدا، مش كمية كبيرة جدا برضو علشان ما تبقاش الحاجة زايدة عن حدها. عندي هنا ده المكون الاساسي، معلقة كده ماجي من الفورية، الماجي الشركات. انتي بتروحي عند العطار وتقولي له حبة مثلا ب10 جنيه، وطبعا مش بتحطي الا بال10 جنيه كلهم، بتحطي يا دوبك دي معلقة كبيرة. عندي نص معلقة هنا كاري ونص معلقه قرفه. انا بحب طبعا طعم القرفه جدا في الفراخ، بتديها طعم وريحه حلوه جدا وهي بتتعمل. وكمان نص معلقه بابريكا، ربع معلقه ملح صغيره لاني عملت طبعا حساب الماجي فيها ملح ولسه هحط تاني. وهنا برضو في ناس ما بتحطش فلفل اسمر، بس بالعكس الفلفل الاسمر بيديها طعم حلو جدا، مش كتير عشان ما يسودش الحته معاكي. عندي ربع معلقه. عندي 6 معالق صغيرين من الدقيق، من المعلقه طبعا اللي بقلب بيها الشاي بس هرميين. وعندي هنا 3/4 كوبايه ميه ساقعه. يلا بينا نعمل الخليط بتاعها. نحط بقى الميه الساقعه بسم الله كده. ادينا نزلنا بالميه الساقعه، كمان هننزل بالدقيق على طول كده. بس انا هقلب بسم الله. خلاص بصوا بعد طبعا ما دوبت الدقيق في الميه، للامانه الخليط طبعا كان خفيف واحنا طبعا مش عايزين خليط خفيف، فعملت زودت معلقه دقيق تانيه اهو القوام بتاعها. خلاص زي ما احنا قلنا كده زودنا معلقه كبيره بقى المره دي هرميه. هننزل طبعا بكل البهارات بسم الله. والله ريحه الخليط بصي جايبه لاخر الدنيا. ادي كده الخليط اللي احنا هننقع فيه طبعا قطع الستريبس. يلا كده يلا بقى ننزل كده بسم الله. طبعا هما مش كتير بس طبعا ينفعوني وجبه، يبقى انا كده اعملهم واخليهم في التلاجة مره جنب مكرونه، او حتى اخليهم طبعا لسندوتشات العيال، بما ان الجبن ولعت نار بقت زيها زي الفراخ بالظبط، تغيير برضو
بص يا ست الكل، هنسيب الخلطه دي فيها كده لمده 3 ساعات. ويا سلام بقى لو عملتيها من بالليل وبيتيها للصبح، يا سلام الطعم بيبقى خطير اكتر. لكن انا الصراحه يعني هغطيها واسيبها في التلاجة كده لحد، طبعا الساعه دلوقتي حوالي 6، لحد ما اجي انام، يعني لحد الساعه 9 كده. وبعدين اجيب بقى الخليط اللي هعمله واكفر فيه قطع الستريبس. بس ادي الخلطه اهي، طبعا مغطياها، اديكي شايفه مغطياها ازاي. لازم الخلطه بتاعتك تكون مغطيه القطع كلها بالطريقه دي، ما تكونش الخلطه قليله جدا. حلو، ده يعتبر نص كيلو فراخ. حلو جدا كميه الميه وكميه الدقيق اللي انا قلت عليها. يلا حطينا كوبايه دقيق، مر كده بالظبط 3 ساعات. ادي كوبايه دقيق، كوبايه كبيره. وادي كمان معلقتين نشا غراميه، وكمان هحط نص معلقه علشان اخد نفس القرمشه بتاعت بره. وادي كمان معلقه ماجي غراميه. مش هحط بقى بهارات تانية، لا خلاص كده انا بهرت والخليط قعد وقت حلو، يعني الحته هتبقى شبعانه من شويه البهارات اللي اخدوها. وقلت طبعا المكون الاساسي فيها هي الماجي الفوريه. كده انا بالنسبه لي شويه الماجي اللي حطيتهم هنا في الدقيق، معلقه الماجي، هي دي البهارات الاساسيه بتاعه الكفر. خلاص طلعناها اهو من التلاجة كده، الخليط بتاعها حلو جدا، هتبقى الحته شاربه التتبيله. يلا بينا بقى. هنا هقولك سيبك بقى من الجوانتي وسيبك من اقل حاجه. بصي كده الحته منظرها عامل ازاي. خدت الحته انزل بيها على الدقيق، بصي كده هقلبها واشبع كده الدقيق منها. باخد الحته اهو بالمنظر ده كده، شايفه الشكل اللي فيها ده كده الشكل بتاع بره. عندي هنا الطبق بتاعي فرشه عليه كيس اهو، فرشه عليه كيس كده اهو من اكياس التلاجة. اخد من هنا احط في هنا. طب خلاص انا هعمل على كده، هاخد على كده. طب انا عايزه اعلي الكفر واخد طعم اقوى، هرجع انزل بيها تاني في الدقيق وارجع اديها تاني، يعني هرجع انزل بيها تاني في الخليط القديم اللي احنا جايبينه منها، وارجع انزل بيها في الدقيق، فتبقى الحته مديه معاكي الشكل ده. هنا كده قلت اعمل 2 تانيين، اديني خدتهم من الخليط نزلت بيهم عادي في الدقيق، وبعمل كده بنطر كده علشان تدي الشكل معايا. عايزه كفر اعلى هنزل تاني بيها في الخليط اهو. طبعا هنا ما ينفعش جوانتي يا جماعه الصراحه. نزلت بيها تاني في الخليط، بكفر كده بزق عليها الدقيق بايدي واكبس كده فيها، وبعد كده بنطرها علشان تديني الشكل ده. خلاص كده خلصناها اهي. والله بصي احسن وانضف من بتاعه بره، وكمان فيها بركه عن بتاعه بره. والله جيت كنت بجيب حاجات وجيت امسك العلبه كده بشوفها العلبه بكام، لقيت مكتوب عليها بعد ال 130. ليه يعني؟ طب ما احنا نعملها في البيت انضف واحسن. وادي الحته اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي المنظر بتاعها اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبها في التلاجة عشان انا طبعا مش هعمل منها حاجه، احنا اتغدينا الحمد لله. هسيبها في التلاجة لمدة ساعة تتشمع، وبعد كده هاخدها بالكيس اللي محطوط عليها ده، احطها في علبة زي دي واحفظها في الفريزر، وقت ما اجي اعمل منها. ادي الصدرين بتوع الفرخة اهو، وادي الطبق ده كمان معاها. حلوة جدا، ينفع تستخدميها في اي حاجة. مش هتقلي في زيت غزير، هتقلي في زيت عادي جدا. يعني انا اقولك ممكن تحطي كوباية زيت من كوباية الشاي بلبن في الطاسة وتسخنيها. حلو جدا. اقلي على نار وسط، ما تقليش على نار عالية، وتقلبي فيها. طبعا ما تخليهاش تاخد السوى الكامل علشان تقلبيها، بتقلبي فيها كل شوية. ان شاء الله هبقى لما اجي اعمل منها هنزل على الفيديوهات القصيرة كده حاجة منها واحنا بنعملها، او مثلا شكلها بعد ما اتعملت. وطبعا لو عجبتكم القناة ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد، واوعوا طبعا تنسونا في اللايك الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.